السلام عليكم. السلام الله وبركاته. تفضل. أخي شيخي، أنا من شوي اتصلت بس الشبكة راحت. راعيت سؤالي. نحن في سوريا لما كان تنظيم داعش موجود سبى بعض اليزيديات، فابن خالتي عنده ما زال، فهي يزيدية ليست كتابية، فما حكم وطئها؟ وأنا سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجوز وطئ ملك اليمين المجوسية لأن فيهم شبهة يعني عفوا، ما معتقد الفئة اليزيدية باختصار التي في بلادكم؟ هم يعتقدون أن الإله متجسد في طاووس أو هكذا يعني، ويعبدون الشيطان، يعبدون الشيطان تقية، فهم كافرات ليسوا مسلمات. تقية من يعني يتقون التقية؟ على العموم هم كفار. إذن دعني أبحث لك عن حكم وطء ملك اليمين المشركة، والموجود الآن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فليدخل فيهن الإماء. هذا الغالب على ذهني، لكن راجعها لك لأن ما تصورت أن هناك ملك اليمين الآن. نحن ما زال عندنا القليل في سوريا من اشترى من داعش، يعني ما زال عنده يعني بعض يعني أفراد فقط. نعم، من اشترى من داعش لما سبوا اليزيديات بقى منهم قليل، يعني هم باعوا اليزيديات لبعض الناس فبقى منهم القليل. أيوة، يعني داعش تعتقد جواز ملك اليمين، فثبت نسوة من الكافرات اليزيديات وبدأنا يبيعن فيها. الآن الذي عندي في الباب قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فهذا الذي عندي الآن، لكن أيضا هم قالوا داعش قالوا إنه ابن تيمية أفتى بوطئ ملك اليمين المجوسية لأن المجوسيات عندهم شبه كتاب، فقاسوا هذا على هذا، قاسوا طيب اليزيديات على المجوس. شوف هذا في الجزية سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية عند قوم من العلماء، لكن الذي أعلمه أن الأمة الكتابية المشركة علمي أنها لا تحل للآيتين المذكورتين، ولكن أراجع لك إن شاء الله تعالى. أما الأمة الكتابية حلال كما لا أخفى عليك. طبعا هذا معروف، فلهذا سألت الغير كتابية. وهل التي تقول إن الله تجسد في تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا تجسد في صورة طاووس، أو أن الله موجود في صورة طاووس وأنها تعبد الشيطان تقية، هل هذه كتابية؟ طبعا لا. طيب الله من اللي مات يا عبد